عليكم ورحمة الله، مرحبا بكم في فيديو جديد في قناة حليمة فلوق. نتمنى تكونوا كاملكم بخير وعلى خير وفي صحة جيدة ان شاء الله. ودائما من عند اختي. اليوم غادي تصاوب لكم مركز ديال البرتقال والليمون، نتمنى ان شاء الله ينال اعجابكم. المهم عندها هنايا 3 ديال الليمونات و4 كيلو ديال البرتقال. خليكم معايا تشوفوا الطريقة. كما قلت لكم عندها هنايا 4 كيلو ديال البرتقال و3 ديال الليمونات. ودابا اول حاجه غادي تحك الليمون قشور ديالو بهاد الطريقه هادي. نتوما صافي راه حكات دوك 3 الليمونات، ودابا غادي دوز البرتقال تحكو حتى هو بنفس الطريقه كامل. صافي ها هي حكاتو كامل. واحد الحاجه هي راه زادت واحد الليمونه وزادت كيلو ديال البرتقال، يعني عندها في المجموع 5 كيلو ديال البرتقال و4 ديال الليمونات. هانتوما شوفوا القشور صافي راه حكاتو كامل. دابا غادي تدوز باش غادي تعصر الليمون والبرتقال في العصاره بحال هكا. صافي دابا غادي تستمر حتى تسالي تعصر هاد الليمون هذا كامل والبرتقال. صافي ها هي سالات تعصار. هانتوما شوفوا الكميه اللي عطاها 5 كيلو ديال البرتقال و4 ديال الليمونات. ودابا غادي تضيف عليه ديك القشور اللي حكات قبيله. وغادي تضيف 2 كيلو ديال السكر سنيده. وغادي تخلطو مزيان حتى تذوب ديك السنيده. ودابا غادي تخليه يبات ليله كامله، يعني حتى الغدا بنفس الوقيته فاش دارتو. بعد ما بات ليله كامله كما قلت لكم، دابا كتحل عليه. هانتوما ودابا غادي تصفيه في الصفايه للمره الاولى، حيت هي غادي تصفيه 2 مرات. المهم دابا غادي تصفيه المره الاولى. كتاخد واحد البانيو والصفايه باش ديك القشور يبقى الفوق.
ودابا هذا غادي تعاود تصفيه المرة الثانية، وغادي ترجع باش تعاود تصفيه تكمل الاخر. هانتوما دابا هذا هو اللي صفات في الاول، غادي تعاود تصفيه هانتوما شوفوا. ودابا غادي ترجع باش تكمل تصفي الاخر. هانتوما راه صفات هذاك الاول اللي بقى، دابا غادي تعاود تصفيه المرة الثانية، تضيفو على الاول. هانتوما هانتوما شوفوا كيف ولا. غادي تبدا تعمر هاد الكاس هذا اللي كيساوي مقدار 2 كيسان ديال العنبه، وكتخويهم في هاد البلاستيكات هادو اللي غادي يدخلوا للفريغو. وملي تبغي تستعمليه يعني غادي تجبدي واحد البلاستيكه وغادي تزيدي عليه اطرو ديال الماء، بغيتي تشربيه بحال هكاك اولا بغيتي تضيفي ليه الفواكه يعني على حسب اللي بغيتي نتيا. صافي هيا سالات. دابا غادي تدخلهم للفريغو، وكما قلت لكم الكميه هنايا اللي في البلاستيك ملي تبغيو تستعملوه غتضيفوا اطرو ديال الماء والفواكه اللي بغيتو. القشور هيا راه احتفظت بهم باش الا درت شي كيكه ولا شي حاجه تستعملهم في الكيكه. وهذا حتى هو غادي ديرو في الفريغو وديرو بحال هكا. من بعد الا بغات كتاخد الكميه اللي بغات. العصير ها هو واجد، بدات واحد البلاستيكه وزدت عليه اطرو ديال الماء. هانتوما شوفوا كيفاش جا. وشي نهار ان شاء الله غادي نوريكم مع الفواكه. ونتمنى ان شاء الله الطريقه هذه ديال مركز ديال البرتقال والليمون ينال اعجابكم. نتلاقاو ان شاء الله في الفيديو الجاي. الله يعاونكم.